في دول بدأت تعلم أطفالها الذكاء الصناعي من سن 7 سنين. في أمريكا بيدوا الأطفال مادة اسمها كمبيوتر ثينكينج في ابتدائي، بتخلي الطفل يتعلم يفكر زي المبرمج، مش بس يستخدمه، لا بيفهم هو اشتغل ازاي. في الصين بيبدأوا يتعلموا الذكاء الصناعي وحطوه في المناهج من أول سن رابعة ابتدائي. عندهم روبوت بيشرح للطلبة ويتفاعل معاهم ويسألهم أسئلة زي المعلم بالظبط. أما بقى الهند عملت خطة قومية لتعليم الاي اي في المدارس، وعندهم أولاد بيكسبوا مراكز عالمية في مسابقات الاي اي من وهم لسه في اعداد. في المقابل احنا لسه في هنا ناس كتير اول مره يسمعوا كلمه اي اي، ولسه في مدارس شايفه ان البرمجه والذكاء الاصطناعي رفاهيه مش اساس. بس الفرق الحقيقي ان الدول دي فهمت ان اللي هيتعلم تكنولوجي بدري هو اللي هيسبق وياخد الفرص ويبقى جاهز لعالم شكله بيتغير كل يوم. الموضوع مش بعيد عن اولادنا ولازم يبداوا من دلوقتي. في الحلقه الجايه هنتكلم عن الوظائف الجديده اللي اتولدت بسبب الاي اي وممكن ابنك يشتغل وما كانتش اصلا موجوده من 5 سنين. قولوا لنا في الكومنتات لو مدرسه ابنك بدات تعلم اي اي، ايه اول حاجه حابه يتعلمها؟